مالك يا جوجو زعلانه ليه؟ اصل انا يا ماما كان نفسي اصيف في اكبر فندق في العالم اللي هو اسمه هوليداي ان. هوليداي ان؟ ايوه يا ماما. ايه هوليداي ان ده يا جوجو؟ ده هوليداي ان ده يا ماما هو اكبر فندق في العالم اللي بناه واليس جونسون. بوريس جونسون؟ لا 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 لا، ده انت لازم، الحكايه كده شكلها كبير قوي، انت لازم تحكي لي الحكايه دي وتقولي لي ايه حكايه بوريس جونسون ده. يلا بينا يا اصحابي نعرف حكايه ايه هي واليس جونسون. يلا بينا نعرفها. واليس جونسون كان عنده 40 سنه وكان بيشتغل في ورشه نجاره. كانت حياته عاديه وبسيطه زي اي حد، وكان عنده اسره مستقره واولاد. وفي يوم من الايام الراجل صاحب الورشه طرده بدون اي مبررات خالص. كان متضايق وما كانش عارف يعمل ايه، وقال انا لازم افكر في حل. حط كل خبرته في النجارة وكل الفلوس اللي كانت معاه في بنا بيتين، بيت يعيش فيه والتاني ده كان يعني ما يقس بعد ما صاحب العمل طرده من الشغل يا جوجو؟ لا ما يقسش يا ماما. لو حاول لحد ما نجح فعلا ان هو يعمل افضل بيت، وهو كان شكله جميل جدا لان هو حط فيه كل خبرته في النجارة، كل اللي يعرفه عن النجارة وكل اللي يعرفه في النجارة وكل خبرته في 40 سنة اللي قضاها في ورشة النجارة. يا وبعدين؟ ترى يا اصحابي ايه اللي حصل؟ لو عايزين تعرفوا ايه اللي حصل دوسوا لايك واشتراك بسرعه بسرعه، دوسوا لايك واشتراك عشان اقدر اكمل لكم.